تعالوا نشوف 5 لعيبه ديفرنشال محدش بيفكر فيهم بنسبه ملكيه اقل من 5%. اول واحد هو سيمون ادينجرا من ساندرلاند. الراجل انتقل من برايتون لساندرلاند الموسم ده بنسبه ملكيه 3%، سعر 5.5 مليون. عندهم 3 ماتشات كويسين جدا: ويست هام هوم، بيرلي اوي، برينتفورد هوم. شايفهم 3 ماتشات كويسين لفرقه ساندرلاند. ادينجرا مع برايتون كان لعيب مميز، كان بيقعد دكه اخر فتره، ولكن لما راح ساندرلاند اعتقد هيلعب بشكل اساسي، فاختيار مهم لو انت عايز تراهن عليه. وتاني واحد واللي انا مستغرب شويه ملكيته هو كوتي كاكبو، بنسبه ملكيه 1.8% بس، بسعر 7.5 مليون. الراجل عنده بورنموث هوم، نيوكاسل اوي، ارسنال هوم. زي ما قلنا الفيديو اللي فات ان عندهم ماتشين رخمين من اول 3 ماتشات وهما نيوكاسل وارسنال، ولكن بعد ماتش ارسنال هتلاقي جدول ليفربول كويس. ليفربول فرقه هجوميه، والراجل بنسبه كبيره ضامن اساسي بسبب ان لويس دياز خلاص مشي. لسه حتى فابريزيو اعلن عنها من 5 دقايق، هير وي جو للبايرن ميونخ. فمتوقع ان جاكبو يلعب مع مثلا الكيتيكي قدام، مع صلاح، مع فيرتز. الموسم اللي فات جاكبو عمل اداء كويس، فانا شايفه ممكن يكون سرقه الموسم. وتالت واحد هو دامس جارد من برينفورد، بنسبة ملكية 1.3%، بسعر 6 مليون. كان نفسي ب5.5 أو 5، كان هيبقى اختيار أحسن يعني، بس ماشي سعره معقول. عنده نوتنجهام فورست أواي، استون فيلا هوم، وساندرلاند أواي. الماتش الأول ممكن نقول رخم شوية، لكن الماتشين اللي بعد كده ماتشين كويسين لبرينفورد. برينفورد بيعتمدوا بنسبة كبيرة على الكرات الثابتة وعلى الركنيات والفاولات، فمين اللي ماسك كل ده؟ هو دامس جارد. ومين اللي ماسك العرضيات؟ هو دامس جارد. وبما ان الفانتزي السنه دي عدلت حوار الاسيستات، وبقت اي حاجه تخبط مثلا وترجع للاعب ده ويشوطها تحسب اسيست، فاعتقد اللاعب ده ممكن يستفاد بشكل كبير. انت مش هتلاقي منه اجوان كتير، ولكن هيديك اسيستات كتير قوي. ورابع واحد واللي تقريبا نزل ملكيته معدومه 6.10% هو جيكوب رامسي، بسعر 5.5 مليون. شايف سعره كويس. عنده نيوكاسل هوم، برينتفورد اوي، كريستال بالاس هوم. ماتشات كويسه لاستون فيلا. جدولهم في الاول اصلا اول 6 ماتشات كويس. استون فيلا فرقه كويسه هجوميا بالذات على ملعبها. جيكوب رامسي تقريبا ما بقاش حد ينافسه على المركز ده على معلوماتي انا يعني. كان راشفورد هو اللي بيلعب وينج شمال، دلوقتي جيكوب رامسي بيلعب وينج شمال. هل في حد تاني ممكن يلعب؟ مش عارف. فلو جيكوب رامسي مسك اساسي شايفه اختيار ديفرنشال حلو جدا. واخر واحد وممكن يكون اختيار غريب شويه هو لوكاس باكيتا من وست هام، 6.10% برضه زي جاكوب رامسي، بسعر 6 مليون. عنده ساندرلاند اوي، تشيلسي هوم، نوتنغهام فورست هوم اوي. اول ماتشين يعتبروا كويسين شويه لوست هام، يقدروا يسجلوا في الماتشين دول. باكيتا من اهم اللعيبه الموجوده في وست هام مع بون. باكيتا الموسم اللي فات كان مقدم موسم بائس، بس ده بسبب حوار المراهنات، وان هو كان اصلا هيتوقف. السنه دي خلاص تم تبرئته يعني من الحوار ده، وبقى خلاص مش هيتوقف يعني، فده ممكن يخليه يعود تاني للمستوى اللي كان فيه الموسم اللي قبل اللي فات. باكيتا لعيب مميز، بس مشكلته ان هو مزاجنجي شويه، ولكن هو لعيب مميز وعنده قدرات عاليه. الراجل بيعمل اسيستات كتير لبون، وساعات كمان ممكن يسجل، وغالبا ماسك ضربات الجزاء، فانا شايفه اختيار مش وحش خالص. وبس كده. قول لي رايك في الاختيارات دي، ومين منهم ممكن تجيبه معاك في تشكيلتك، وكمان قول لي مين اللي انت حاطط عينك عليه تجيبه معاك يكون ديفرنشال.